مساء الفل عليكم. حابه كده اسال اخواتي الاهلاويه سؤال كده بس. معلش بجد محتاجه اجابه بجد، بس حد يبقى بيفهم يرد عليا. أسوأ حالات ايه للنادي الاهلي بيمر بيها؟ يعني معلش ايه للاهلي النغمه اللي انتوا دايرينها الفتره دي؟ الاهلي وهو في أسوأ حالاته بينافس على الدوري وبيعمل مالك يابا. أسوأ حالاتك ايه؟ هو انت مثلا كنادي عندك بال 16 17 ايقاف كده، فانت مش عارف هتعمل فيهم ايه، ومهدد انت ما تخشش بطوله افريقيا السنه الجايه، فده بيأثر عليك ماليا. مثلا ما عندكش غير فرع واحد، ولما فكرت تبني فرع تاني هيدخلك فلوس حلوه تشممك نفسك، راحوا سحبوا منك الارض لسبب انت ما تعرفش ليه، ولما استسلمت قلت خلاص هاتوا الارض البديله، لحد دلوقتي ما حدش معبرك، وده برضو مأثر ماليا عندك. مثلا بتبيع اللعيبه عندك الاساسيه في الفريق عشان تعرف تصرف على بقيه اللعيبه اللي بقالها 3 4 شهور ما خدتش فلوسها وممكن اكتر، وانت ممشيها بالزق وماشيه ببركه ربنا. مالكم؟ ايه اسوأ حالاتكم اللي انتوا كنادي بيمر بيها؟ يعني بجد عايزه افهم. ده انت عندكم بدل الفرع 20,000 فرع والدنيا، وعندك اداره مستقره، وعندك ماليات. عايز 100 مليون جنيه خد، عايز 20,000، عايز 20 30 40 مليون خد، عايز مليار خد. براحتك. يعني ايه اسوأ حالاتك؟ ولا معلش نغمة الجماهير، مع احترامي ليهم طبعا، احنا على الحلوة والمرة معاك يا اهلي. مرة ايه يابا اللي انت معاه عليها؟ في ايه مالك؟ ده انت يوم ما لعيبتك اتغلبت من فريق ماتش كورة عادي، اللعيبة خسرت 3-0، شتمتهم بأقذر الشتايم، ورميتهم بالازايز وغلط يعني شفنا حاجة غريبة قوي عشان لعيبة لعبت ماتش وخسرت عادي، في حين ان احنا لما اتغلبنا نفس السكور شجعنا ووقفنا ودعمنا. ما هي ده اللي احنا عملناه، ده اللي اسمه على الحلوه وعلى المره، مش اللي انتوا عملتوه ده على كده احنا كجماهير نادي الزمالك باللي احنا فيه ده وكنادي واللي بنعمله ده احنا جبل يا شيخ، ده احنا لينا الجنه بجد والله. يعني محتاجه بجد حد يفهمني ايه اسوأ حالات النادي الاهلي، ولا ايه المره اللي انت كمشجع عايش معاه عليها؟